موضوع السفينتين بتوع الغاز اللي في دمياط والخبر المتداول ان مسيرات ايرانيه هي اللي استهدفتها في ميناء دمياط. طبعا الخبر اللي منتشر دلوقتي على اغلب الصحف اللي هي عماله تنزل الخبر وتتداوله، وهي صحف معينه واحنا فاهمينها وعارفين طبعا الغرض ايه من البدايه. ولكن الخبر اللي دايما بيتقال ايه هو؟ ان مصر دفاعها الجوي اخترقته مسيرات إيرانية ودخلت استهدفت سفن خاصة بالغاز الطبيعي في ميناء دمياط. طب انا هتكلم معاك يعني جمله قد كده، بعيدا بقى ان انت مصدق او مش مصدق، وكاننا اتنين صحاب، وانت تقول لي بعد الكلام اللي انا هقوله لك ده هل ممكن فعلا مسيرات تدخل ولا لا؟ دلوقتي المسيره دي عشان تطلع من ايران وتستهدف لك ميناء دمياط، فالمفروض ان هي تطلع من ايران، تعدي على السعوديه، من السعوديه تخش سينا، ومن سينا تخش على القاهره وجه بحري والدلتا، وبعدين توصل لميناء دمياط. طب هل هي المسيره لما تطلع اصلا من ايران وتعدي على السعوديه هتسيب المسيره دي تعدي من المجال الجوي بتاعها؟ انا بسالك وانت المفروض انت اللي تجاوبني. هقول لك تعالى كده نرجع بالزمن لموضوع اللي كان بيحصل ما بين اخواتنا وما بين اللي ما يتسموش. لو تفتكر كان دايما بيطلع خبر ان في مسيرات خرجت من ايران لما كان في مشاكل ما بين ايران واللي ما يتسموش وامريكا، فكان بيتقال ان في مسيرات خرجت من ايران بتستهدف اللي ما يتسموش. كان بيتقال دايما ايه؟ ان المسيره لما عدت على المجال الجوي الاردني والمجال الجوي بتاع الخليج، كانت الدول الخليجيه وكانت الاردن بتستهدف المسيرات دي وبتوقعها، الدفاع الجوي كان بينزلها. طب هل بقى من المنطقي ان لما تطلع مسيره من ايران رايحه تستهدف سفينه في ميناء دمياط، هل كل المجالات الجويه اللي هي عدت عليه، يعني بكلمك في المجال الجوي السعودي، هل الدفاع الجوي هيسيبها كده تعدي؟ طب بلاش دخلت سينا اللي هي اكتر مكان يعني من الناحيه الامنيه في مصر انت بتبقى اخد بالك منه، انت لو مطنش حته سينا دي ما ينفعش تطنشها. فهل بقى من المنطقي ان لما تعدي مسيره من فوق سينا هتعدي كده عادي وهسيبها كده تعدي بشكل طبيعي مش هلقطها؟ ده سؤال ليك انت، انا بسألك اهو بتناقش معاك. الحاجة التانية، ليه طيب خبر زي ده ممكن ينتشر؟ الحقيقة انت دلوقتي في موقف ان مصر هي طرف شبه محايد، هي مش عايزة تدخل في الصراع ده. والله ايران لما بتغلط بطلع بيان وبندد لا ايران غلطانه، والله لما دوله بتستهدف دوله تانية لا الدوله دي غلطانه. ومصر ده موقفها والموقف بتاعها على مدار سنين ان هي طرف محايد، لا بتيجي مع ده ولا بتيجي مع ده. ولكن انت دلوقتي لو لاحظت اخر فتره ان معظم الاطراف اللي موجودين سواء بقى يعني ايران، سواء امريكا، سواء معرفش ايه، لما تيجي تبص كده هتلاحظ ان في كفه عايزه دايما مصر تخش الصراع ده باي طريقه. ليه؟ لان انت يعني لو جريت مصر، جريت تركيا، جريت الدول اللي هي موجوده في الشرق الاوسط بشكل كبير، انت خلاص انت دخلتهم كلهم في صراعات مع بعض. نفس اللي احنا كنا بنتكلم عليه الفتره الاخيره، ان انت عندك دلوقتي جماعات اللي هي موجوده في اليمن متورطه في مشاكل مع السعوديه، فاصبح دلوقتي المسمى اللي بيتقال ما بيتقالش الجماعات اللي في اليمن، بيتقال السعوديه وبيتقال اليمن، بيتقال العراق وبيتقال السعوديه، ما بيتقالش جماعات في العراق. وهو ده اللي هم عايزينه، ان انت دلوقتي تبقى مشغول، تبقى معظم الدول الكبيره اللي موجوده في الشرق الاوسط، تبقى باكستان مشغوله بالهند، تبقى الخليج مشغوله باليمن، يبقى الخليج مشغولين بالعراق، الخليج مشغولين بايران. وانت بقى دلوقتي الشخص او الدوله اللي انت، وبلاش نقول دوله يعني الواحد ما بيحبش يقول ده، ولكن الحد اللي انت المفروض اصلا موجه التلسكوب بتاعك اتجاهه، واللي انت تبقى المفروض اصلا مركز عليه، انت خلاص مش شايفه. هو خلاص خرج بره القصه دي، انتوا كلكم اهو اخوات دخلتوا في بعض، انا ماليش دعوه. وفي الاخر الصراعات بقت ما بين مين؟ ما بيننا وما بين بعض. فيا جماعه ما تصدقوش الاخبار اللي بيتقال، لان دايما بيتقال لك ايه في صيغه الخبر اللي نزل؟ نقلا عن صحف امريكيه، نقلا عن صحف غربيه، نقلا. طب هو احنا دلوقتي بقينا بنصدق كل اللي بيتقال لنا من بره؟ ما هو خد بالك اللي موجودين هناك في المركب نفسها واللي كانوا شاهدين الحدث وناس من دمياط، وهتلاقوا ناس منهم بيكتبوا ده في الكومنتات دلوقتي، قالوا ان هي ما كانت الا مجرد حريقه حصلت في المحركات اللي كانت موجوده في السفن، ولكن ما فيش اي مسيرات ولا في اي حاجه من الكلام ده. لان لو كان في مسيرات كانت هتاثر على الرصيف بتاع المينا كله، كانت تاثر على المينا بشكل كبير، او حتى شكل جزء من المينا، مش سفينه بس اللي هتتاثر بالكلام ده كله. ف
يعني انا سايب لك انت بقى حريه الاختيار، انت مقتنع دي حاجه ترجع لك، انت مش مقتنع برضه حاجه ترجع لك. ولكن اللي انا بقوله لك من وجهه نظري ده مش منطقي. ووزاره البترول نزلت ونفت وقالت انها كانت حريقه في المحركات، ولكن مفيش اي مسيرات اصلا دخلت المجال الجوي المصري. ربنا يحفظ مصر، ربنا يحفظ كل الدول العربيه. والسؤال هنا، ليه ناس يعني المفروض ان هي مصريين، بغض النظر انك مختلف سياسيا مع الرئيس، مختلف سياسيا مع الدولة بشكل كامل، عادي ده حقك، عايز تختلف اختلف، يعني الاختلاف ده حقك طبعا. ولكن لما تحصل حاجة في بلدك، ايه الحكمة انك طالع فرحان وعمال تشير الخبر؟ يعني انت فرحان بايه؟ ما هو خد بالك، اللي ممكن يبقى موجود هناك على الرصيف بتاع المينا ده ممكن يبقى اخوك، ممكن يبقى واحد صاحبك، ممكن يبقى جارك، ناس راح تاكل عيش. فده لو كان حصل وكان فيه مسيرة فعلا، فانت فرحان بايه؟ يعني انت طالع تهلل بايه؟ انت دلوقتي لو انت مختلف مع اي حد موجود في الدولة ده حقك، ولكن ما تحولش خلافك انك تبقى بتشمت في ناس ملهاش ذنب، وبتشمت في بلد كاملة راح، اللي راح ياكل عيش واللي رايح يشتغل واللي واقف في المينا هنا شغال على الرصيف واللي. فيا جماعه لا، يعني المفروض تبقى انت فاهم وواعي اكتر من كده. عايز تختلف اختلف، ولكن ما تحولش الخلاف ده لحته صعبه جدا وما نتمناش ان احنا نقع فيها في يوم من الايام. ربنا يحفظ مصر، ربنا يحفظ كل الدول العربيه، وربنا ما يوري بلادنا يوم وحش يا رب.